10 أخطاء كارثية بتضعف شخصيتك. رقم 8 و10 أخطرهم على الإطلاق. الغريب إنك ممكن تكون قوي الشخصية بس بتعمل ال10 أخطاء دول من غير ما تحس. الخطأ الأول إنك تبرر تصرفاتك كتير. الشخص القوي ما بيشرحش نفسه، بيسيب الناس تبذل مجهود علشان خاطر تفهمه. الخطأ التاني إنك توافق على طلب أحدهم علشان ما تبانش وحش في نظره، وده بيعلم اللي قدامك إن رأيك ملوش أي وزن ولا لازمة. المخ البشري بيقيس قوتك من خلال قدرتك على الرفض مش القبول. تالت خطأ إنك تستنى التقدير. ما ينفعش تبذل مجهود جسدي علشان تنال الاحترام، يعني ما تعملش لحد حاجة لمجرد إنك بتحب تسمع كلمة شكر، حتى لو ده هينهي علاقتكم، لأن في الأساس دي علاقة استنزاف. رابع خطأ وده كارثي حرفيا، إنك تبرر قلة احترام غيرك ليك بحجج زي أصله ما يقصدش أو مضغوط أو متعشم، لأن مخك لما يلاقيك بتبرر لأي حد قلة احترامه ليك بيفهم إن ده أصلا المسموح وده الطبيعي. حر هيقوم جاي قالب على فيسبوك على طول، هيخليها للعامة مش للأصدقاء بس. خامس خطأ إنك ما تميزش بين الصمت القوي والصمت الضعيف. الصمت القوي له وقته ونظراته وتعبيراته، ممكن نبقى نعمل عنه حلقة جديدة. غير الصمت الخجولي ان انت تبقى صامت في وقت لازم تتكلم فيه، قاعد خجلان كده وساكت. سادس خطأ انك تدي فرصة زيادة لأحدهم ايا كان، لان الفرصة الزيادة بتسمع